قال عليها زانية وكل ليلتين بتقضيهم مع راجل، وكل ده بسبب جوازتها وطلاقها 11 مرة. والسبب تصريحاتها ابنها وأهلها كلهم قطعوها ومحدش عايز يقف جنبها. بعد ما وصلت من العياط والانهيارات، الجمهور اتهمها بأنها بتحاول تتصدى الترند. ايه اللي حصل لميار الببلاوي بعد تصريح الشيخ الأزهري محمد أبو بكر؟ وهل فعلا جوازتها بطلة؟ تعالوا نقول لكم حكاية ميار الببلاوي. في الساعات الأخيرة كان حديث السوشيال ميديا كلها بعد ما طلعت تستغيث بالجمهور. طلعت لايف على التيك توك بعد عياط استمر ساعة ونص، وبعدها أغمى عليها في نهاية اللايف. وكل ده بسبب تصريح الشيخ محمد أبو بكر عنها، اللي قال لها بعد إما سمع الكلام في برنامج العرافة، بعد ما صرحت فيه إنها رجعت لجوزها الحالي بعد 3 زيجات و11 مرة طلاق. ومن هنا طلع الشيخ وقال هل ينفع بعد ما يتطلقوا 3 مرات يرجعوا يتفقوا مع واحد ويكتبوا على الورق لا يمكن ذلك، هذا احتيال وزنا، ولا يصلح لو اتجوزت وبيتت النية انها تزهق الراجل علشان يطلقها فلا يصلح، والجوازة باطلة يا ست ميار، والرجوع باطل يا ست ميار. وما عندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة، وما عندناش كمان حاجة اسمها محلل، لكن عندنا اسمه جواز شرعي. يعني جوازة ميار الحالية باطلة. ميار بعد ما سمعت الكلام ده طلعت في لايف على التيك توك منهارة من العياط، وبتقول ان الشيخ ده كان شيخ المفضل، والكلام اللي بيقولوا عنها كان فوق طاقتها، وان بسبب اللي حصل ابنها واهلها قطعوها. ودافعت عن نفسها وقالت ان الفنانين والاعلاميين شكل حياتهم مش زي الناس العادية، وانهم عادي انهم يتجوزوا اكتر من مرة علشان ناس كتير بتستغلهم، وده اللي بيحاولوا انهم يختاروا الناس صح. وكملت كلامها وقالت لما سمعت الفيديو قال عليها انها بتاخد كل راجل ليلتين، ده انت بوظت شكل الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل. زي ما اتكلمت في عرض وشرفي ابن حرام عليه، سبت التمثيل وكل حاجة واشتغلت ببرنامجي واتفرغت لصلاتي وتربية ابني ومش بخرج من بيتي، يعني أدفن نفسي مع أمي. وفي نهاية اللايف من شدة البكاء أغمى عليها قدام الكاميرا. لكن الغريب في الموضوع إن ميار ظهرت تاني يوم، ولكن شيء لم يكن، وعملت أكتر من حوار وقعدت تشرح فيها بالأوراق عن زيجاتها، وبرغم إنها قالت في اللايف إنها مش هتتكلم في الموضوع ده، وده اللي خلاها ترند يومين على التوالي. ايه رأيكم في تصرف ميار الببلاوي؟ وهل انتم شايفين انها بتحاول تتصدى الترند؟ قولولنا رأيكم في التعليقات.